بنات عاملين ايه؟ ويلكم تو شيماء دايريز. وحشتوني قوي قوي قوي. كل سنه وانتوا طيبين. احكولي عملتوا ايه في العيد. قلت اسيبكم كده تعيدوا بقى براحتكم كده، وطمنوني عليكم عاملين ايه. بس الطرحه دي بحبها قوي، دي اول سكارف جبتها من اما بفلوسي، فعزيزه عليا جدا، حاساها لايقه. بصوا اصلا فيها حاجات كده عسوله قوي، بصورها لكم على انستجرام. كنت عيدوا وقلت بقى ايه اجيلكم بموضوع شائك للغاية، وهو ازاي ابقى مبسوطة، عشان انا بيتبعت لي مسجات مش بقدر ارد عليها، بس طريقة الكلام نفسها ببقى عايزة امسك البنوتة اللي بعتالي المسج دي يعني ببقى عايزة اقولها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ازاي نتكلم كده، ازاي نقول كده، ازاي نتكلم كده عن نفسنا. يعني طريقة بتبقى متشائمة جدا 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 جدا، وانا مؤمنة بان الاقدار بتاعتنا تؤخذ من افواهنا. انا مؤمنة جدا انه اللي احنا بنطلعه وبنقوله ده ربنا بيقول لنا خدوه كمان. مستحيل تعيشي مبسوطة بالمايند سيت دي، بالعقلية دي، مستحيل ان انت تعيشي مبسوطة طول ما انت بتفكري بالطريقة دي. فانا النهاردة جاية اقول لكم سر السعادة، او ازاي ابقى مبسوطة. واكتشلي ده كلام من 3 حاجات، او المصادر بتاعته 3 حاجات. اول حاجه هي الثيرابي والدي بي تي، خصوصا في الثيرابي كنا بنتعلم حاجه اسمها التقبل المطلق او الراديكال اكسبتنس، هحكي لكم عنها. تاني حاجه هي انا اوبسيسد الايام دي بالبودكاست بتاعت مو جودة، ولو مش بتسمعوا له حاجه بجد you have to. ده كان ماسك الفايس بريزيدنت بتاع جوجل على مستوى العالم، تمام، وهو مصري. انا ما اعرفش ازاي الشخص ده مش مشهور في الوطن العربي. ليتلي بدأ يبقى موجود في بودكاست كتيره، وليه كتاب عن اسمه سول اوف هابينس. فلقيته عندنا في المكتبه، زوجي العزيز في مكتبته لقيته، وقعدت اقرا في الكتاب ده، واكتشلي غير لي حاجات كتيره قوي قوي في تفكيري. وتالت حاجه هي تجارب شخصيه، علشان انا ما عدتش بحياه سهله قوي، ومش بحب اتكلم في الموضوع ده كتير. يمكن الطفولة بتاعتي ما كانتش سهلة. كنت ساعات كتيرة قوي بقول لربنا هو أنا ليه بيحصل لي كده؟ الحياة مش عادلة. life is not fair. وأنا دي بالظبط أنا قلتها لماي ثيرابيست، إنه هو ليه الحياة مش عادلة. وهقول لكم قالت لي ايه. life is not fair. ليه أنا بيحصل لي كده؟ ليه يا رب بيحصل لي كده؟ وكأن ربنا عز وجل، يعني ربنا، تمام، اللي هو احنا ما نسويش جناح بعوضة في ملكه وفي مخلوقاته، تمام، مختصني انا ان هو يعمل معايا كده. يعني فكروا فيها انه حد، يعني ولله المثل الاعلى، بس حد كبير قوي بعظمته، تمام، هيفكر فيكي انت، يعني يأذيكي. يعني هيبقى انت بالنسبه له اصلا ولا يعني انت مش حاجه، عشان ربنا بعظمته يفكر انه هو هيعمل لك كذا عشان يأذيكي انت بالخصوص. يعني تفكير طفولي جدا جدا جدا، وتفكير غير عقلاني، لانه ربنا رحيم، وربنا في اسمائه الحسنى اوسع من كده بكتير قوي. ما شفناش مثلا ان اسم من اسماء الله الحسنى ان هو ان هو يعذبنا، يعني ان هو بيعذب البني ادم. مفيش حاجه كده. وربنا ما خلقناش في الدنيا علشان يعذبنا، ربنا خلقنا الدنيا فيها اختبارات بنعدي فيها. بس الاختبارات دي ربنا بيختبرنا ازاي احنا هنرياكت ليها، هنتعامل مع الاختبارات دي ازاي. ودي الجزئية اللي أنا هكلمكم فيها في أول نقطة في سر السعادة. طيب أنا بس بعدت السكرين شوية، حسيت إنها لازقة في وشكوا قوي، فقلت أبعدها شوية. استنوني أعدل كده سيكا، استنوني بس. أنا الفترة الجاية هانفست في التولز أكتر من كده، وهجيب لكم المايك الماجنت. استنوا عليا ماشي، عشان أنا الفترة دي ماشي يعني financially بصوت، ويا ريتني مبطله شوبينج. يعني محتاجه ابطل شوبينج، اركز ان انا اعمل ماي اون بزنس، وانفست في التولز بتاعه يوتيوب. تمام، اجروا ورايا بقى، يعني اجروا ورايا شيماء، مش هنعمل شوبينج تاني. تمام شيماء، احنا ورانا احتياجات في الحياه. روحوا اسمعوا الفيديو بتاع نريهان عن الفاينانشالز، هتعرفوا انه ده انا. تمام، ده انا بجد، عن ازاي تتعاملوا مع حالتكم الماديه. المهم نرجع لموضوعنا، عشان انا دايما بوديكم في حتت تانية، بس انا بقعد اتكلم معاكم كانكم ولاد خالتي، يعني احنا قاعدين بنتكلم مع بعض عادي جدا. طيب خلينا نعترف بحاجه، انه
في حاجات كتيرة قوي في الحياة is out of your control. يعني ايه؟ يعني في حاجات بره الكنترول بتاعي. بمعنى انا ما اخترتش البيئة اللي انا اتولدت فيها، ما اخترتش الأسرة اللي انا اتولدت فيها. في حاجات كتيرة قوي في حياتنا احنا ما بنختارهاش. ما اخترتش المستوى الاجتماعي، ما اخترتش المستوى المادي، ما اخترتش البلد اللي انا هعيش فيها. في حاجات كتيرة قوي احنا دي ربنا كتبها علينا out of control. انا يعني ده مش في الكنترول بتاعي. تمام. مسؤوليتي انا ان انا اعرف ان انا ازاي اتعامل مع ده، بدل ما اقعد اشتكي. وبدل ما اقعد اشتكي دي كانت هوايه عندي. يعني انا عشان كده بقول لكم في حاجات كتيره قوي انا هيرفلكت عليها عشان ما تحسيش انك لوحدك. انا كان عندي حد من صحابي كانت دايما تقول لي، اقول لها مالك، اقعد اسالها مثلا انا عارفه ان هي متضايقه، اقعد اقول لها طب مالك، طب تقول لي شيماء انما اشكو بثي وحزني الى الله. معلش سيبيني، انا بحب ابقى لوحدي وبحب ان انا اشتكي لربنا. عمري ما فهمت ده. يعني انا عمري ما فهمت هو يعني ماشي هدعي ربنا، بس انا هقعد كل ما اقابل حد من صحابي هقعد اشتكي له واشتكي له الحاجات اللي عندي اللي مش حلوه واللي انا مش راضيه عليها ومش عارف ايه، مع ان كان ممكن ابص او بس اوجه نظري للحاجات الحلوه اللي في ايدي. لحد ما مؤخرا ما بداتش اشتكي، بدات اشوف ازاي اتعامل مع الحاجات الاوت اوف ماي كنترول. اتقبلها. اول ستيب في ده ان انا اتقبل انها موجوده، اتقبل ان انا اسرتي فيها كذا، اتقبل ان انا ده مريت بيه في طفولتي، اتقبل ان انا دي البيئه اللي انا اتولدت فيها. تمام. مش بقول لكم انا، يعني بقول لكم عموما عشان دي معظم الحاجات اللي بتجيلي. اتقبل ان انا موجوده في ده. دي رقم واحد. تمام. تاني حاجه، تقبلته وعشت المشاعر بتاعته. التقبل ده مش معناه ان انا استسلم لده، انا بس بقول لعقلي اوكي ده موجود، اوكي احنا مرينا بده في الطفل، اوكي احنا دي البيئه اللي احنا عايشين فيها. انا بقى هتعامل مع ده ازاي؟ بالموارد اللي في ايدي علشان ما اقعدش ادبدب في الارض. لان الدبدبه في الارض دي هي اللي بتخلينا مش مبسوطين. والدبدبه في الارض دي بجد المصطلح اللي كانت بتقوله لي ماي ثيرابيست، انه طب اوكي ده موجود، عندك حلين. يا اما نقعد ندبدب في الارض زي العيال الصغيره بالظبط، يا اما نشوف هنتعامل مع ده ازاي. هنتعامل مع ده ازاي مش معناه ان انا لازم اغيره، وان انا خلاص انا لو انا البيئه بتاعتي مثلا اهلي في بيئه هم مش على نفس مستوى تفكيري ولا على نفس مستوى احلامي، مش هقوم بقى الصبح اقعد اواجههم واقول لهم انتوا انتوا انتوا، لان محدش هيغير ده ومحدش هيغير اهله، ولا هتعرفي تغيري البيئه اللي انت فيها لما تهاجميهم. انت تعرفي تغيري البيئه اللي انت فيها لما انت تتغيري، لما انت تقولي لنفسك طيب انا محتاجه اتعلم شويه سكيلز، محتاجه ان انا ابدا ادور على شغل، محتاجه ان انا اشتغل يبقى معايا شويه فلوس، محتاجه ان انا بشويه الفلوس دي ابدا احسن من شكلي وابدا احسن من طريقه لبسي وابدا اطور من نفسي. وبعدين بعد ما اعمل كده هبدا ادور على شغل احلى. دورت بقى من لغتي، طورت من السكيلز بتاعتي، طورت من شكلي وطريقه كلامي. تمام. اللي هي مش مناسبه، اللي هي مش عجباني في البيئه بتاعتي او مش عجباني في وات ايفر انا فيه. فابدا اروح للستاب اللي بعدها، ان انا اشوف بقى انا ده هيطلعني ازاي منه. فادور على شغل في مثلا، لو انا مثلا مش عايشه في محافظه فيها ريسورسز، ابدا ادور على شغل في محافظه تانية، ابدا ادور على حاجه في بلد تانية، وابدا تفكيري يوسع معايا. برضو ان احنا نبقى واقعيين في احلامنا مش معناها ان انا بستسلم. الواقعيه في حاجتين، ان انا ابقى واقعيه، ان انا ابقى دلوقتي عايشه في اللحظه وانا ده الواقع بتاعي. تمام. وفي حاجه تانية اسمها ان انا اعيش delusional، ان انا اعيش كده في الايه في الاحلام بتاعه اليقظه بتاعتي. بس في ناس تاخد احلام اليقظه دي وتفضل بقى عايشه فيها. لا، احلام اليقظه دي بتجيلنا قبل ما انام كده، اقعد اتخيل الحياه اللي انا عايزاها، بس بصحى تاني يوم الصبح اشتغل على الاحلام دي بالموارد اللي معايا، بالبيبي ستيبس اللي معايا. فبالتالي انا عملت حاجه اسمها radical acceptance، عملت تقبل للواقع، تقبل مطلق للي حصل. لو حد مثلا دي بتبقى لو حد مثلا حد مات له حد عزيز جدا عليه، بيعملوا معاه في الثيرابي برضو حته انه احنا محتاجين نتقبل ان ده حصل ونتقبل المشاعر اللي مع ده. تمام. بس مش هنفضل نعاني في المشاعر دي، احنا هنتقبل الألم اللي موجود من المشاعر دي، هنتقبل ان هو موجود، بس مش هنقرر ان احنا نفضل نعاني مع المشاعر دي وندخل في اكتئاب ونغرق فيها وما نحاولش ان احنا نطلع منها.
هنتقبل وجود ان احنا موجوعين، بس ده مش هيوقف حياتنا. فحتة التقبل دي بجد بتساعد على حاجات كتيرة قوي. ويمكن دي مثلا مفهوم الرضا، ان انا ارضى باللي موجود معايا دلوقتي، ارضى واتقبل واقول ان دي حياتي. حاجة من الحاجات المهمة قوي 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 اللي ساعدتني لما كنت بلاقي حد، احنا زي بعض، بس الحد ده سابقني في حاجات كتيرة قوي، سبقتني مثلا في حاجات انا كان ممكن يبقى نفسي فيها. ببقى هينة مع نفسي عشان ما ادخلش في اكتئاب وادخل في مرحلة الزعل، والاقي ان انا مش مبسوطة بحياتي ومش راضية بحياتي، واقول ليه يا رب انا حصل لي كده. يعني ايه كنت ببقى هينة مع نفسي؟ كنت بقول طيب شيماء، اولا انا فخورة بيكي علشان احنا ممكن تبقى دلوقتي حياتنا شبه بعض، بس احنا طفولتنا ما كانتش شبه بعض. انتي ممكن كانت في ريسورسز معينه مش موجوده معاكي، والريسورسز دي على فكره مش لازم ماديه، لانه انا كشيماء مثلا الريسورسز الماديه كانت موجوده في حياتي، بس في حاجات تانية ممكن نبقى احنا مرينا بيها في الطفوله احنا مش زي بعض، و... وبالتالي اختياراتنا في الحياه كانت اصعب شويه، وبالتالي ده ادى ان انا وهي مش خلاص مش على نفس الخط. ف فاقول لنفسي اوكي، احنا ايه اللي محتاجينه؟ احنا مش لازم نبقى على نفس الخط، احنا مش لازم نقارن نفسنا، احنا ممكن نركز في نفسنا ونشوف ايه اللي احنا عايزينه في المرحله دي، ونبقى هاينين مع نفسنا وفخورين باللي احنا وصلنا له دلوقتي، وواثقين ان ربنا زي ما وصلنا لحاجات كتير وادانا حاجات كتير ما كناش نحلم بيها، يبقى ربنا لسه شايل لنا حاجات كتيره قوي، بس ممكن مش في نفس الطريق ده، وممكن متاخر شويه، وممكن ما تجيش خالص ويبقى ربنا شايلها لي في الاخر، علشان ربنا عايز كده. وده التقبل المطلق. احنا عارفين المخرج عايز كده، لما بنشوف مسلسل نهايته مش عاجبانا، ربنا عايز كده. انا سعيت، عملت اللي عليا، دعيت ومشيت في الطريق ده، ربنا كتب لي حاجه تانية فرحتني قوي، ما كنتش عارفه ان الحاجه دي تبقى موجوده في حياتي. لو انا راجع بيا الزمن ما كنتش، والله العظيم لو حد كان قال لي وانا صغيره ان انت هتسافري تعيشي سنه لوحدك في تركيا، وهتسافري اوروبا وهتشتغلي في القاهرة وهتعيشي في المكان اللي انت عايشة فيه دلوقتي، وهيبقى دي حياتك، ما كنتش اتخيل ده خالص. ليه؟ علشان انا جايه من مايند سيت انه احنا لازم تبقي دكتوره موظفه بنعمل حاجه معينه، امشي في الطريق اللي هو الناس قايلين لك عليه، مع صحابك كذا، ليه انت عايزه حياه غيرهم. انا كنت دايما حاسه انه في حاجه احسن، دايما كنت بحس انه انا مخلوقه لحاجه احسن، انا بحب اثر في الناس، انا بحس انه مامتي ربتني على اني ابقى شجاعه، انه هي ما كانش عندها الشجاعه دي في حياتها، فكانت دايما عايزاني انا ابقى شجاعه، مش عايزاني امر بحاجات هي مرت بيها. فكنت بحس ان انا شجاعه في ان انا اخد ريسك اكتر. كانت في جمله جميله قوي سمعتها، ان الريسك بيولد الرزق، وان الاتنين تقريبا جايين من بعض في اللغه. بس ده يرجع لموضوعنا تاني، انه التقبل لطريقك، والتقبل اللي انت ماشيه عليه دلوقتي، والتقبل للخطوات البسيطه اللي انت بتاخديها، والتقبل لليوم العادي. عشان هقول لكم على حاجه، انا امبارح كنت نفسيا مش كويسه خالص، اللي شافوا الستوري على انستجرام، كنت صاحيه من النوم مش كويسه، حلمت حلم بجد كان كابوس، وصحيت نفسيا مش كويسه خالص، وماي انكزايتي، القلق، نوبه القلق اللي بتجيلي بدات تجيلي بشكل مرعب. ممكن تكون البي ام اس، يعني الفتره اللي قبل البيريد. لو انا بشيماء العاديه ما كنتش هبقى ريلايزد كل المشاعر دي، كنت هاكت على المشاعر دي. يعني ايه هاكت؟ يعني هبدا اخلي المشاعر تتحكم فيا، هبدا بقى اتخانق مع جوزي وانكد بلا هدف، واقعد. انا بدات اسكت كده واحس انه مش هضغط على نفسي النهارده، انا النهارده مش قادره ان انا اعمل اي حاجه في البيت، فايت اوكي، مش قادرين نعمل حاجه، هنقعد نجورنال ونكلم ربنا ونشوف ازاي هنتعامل مع ده. هقعد هنزل اشرب حاجه انا بحبها مع حد انا حابه ان انا اتعرف عليها، فهقعد اشغل دماغي بحاجات تانية. ودي كلها حاجات ممكن الانسان. وبعدين جيت في اخر اليوم بكتب في الجورنال بتاعتي، ففي كده اللي هو 3 حاجات انت اتبسطتي عليهم النهارده. قعدت اقول ايه ده، انا ما كنتش مبسوطه ومش عارفه ايه. وبعدين ببص على اليوم لقيت انه الحمد لله يا رب كان يوم مليء بالستر. اليوم امبارح كمان الموبايل بتاعي نسيته في حته والامن لقاهولي، والحمد لله يا رب يعني انه انا لقيته. فبقول ده كان يوم تحفه، الحمد لله ربنا رزقني انه حد ما طمعش في الموبايل، انه كان يوم مليان بالستر، ربنا كرمني في اليوم ده، وكان يوم جميل. رحت شربت حاجه، رحت ما شربت ماتشا كوكونات اللي انا بحبها، رحت كتبت
لما قلت لجوزي مش قادره اعمل حاجات النهارده في البيت، ما ضغطش عليا، فتمام. فالحمد لله يعني اللي هو يوم عدى بسلام ما انجزتش فيه. كان الغسيل محتاج يتطبق والمواعين بتجري ورايا وعندي حاجات محتاجه اخلصها وعندي تصوير فيديوز محتاجه اعملها، فاتس فاين. ما قدرتش اعمل حاجه النهارده، بس الحمد لله ان هو كان يوم عادي. الحمد لله على نعمه اليوم العادي. احنا السوشيال ميديا خلتنا مضغوطين بفكرة الجري ورا اهداف مش بتاعتنا، الجري ورا حياة ممكن ما تكونش دي اللي هنتبسط لها، ونرجع نقول انا عايز الحاجة دي واجيب الحاجة دي وعايزة اللي بعدها، واجيب الحاجة دي وعايزة اللي بعدها، واجيب الحاجة دي وعايزة اللي بعدها، وانا فاكرة ان الحاجة دي هتبسطني. بس انا السوشيال ميديا مخليني انا لو جبت الحاجة دي هعوز الحاجة اللي بعد كده، فانا مش بتبسط بالحاجة اللي معايا دلوقتي. انا مش عايشة في المومنت اللي انا فيها دلوقتي، مش عايشه في اللحظه اللي انا فيها دلوقتي. انا عايزاكي تعرفي انه مفيش حاجه اسمها البيرفكت مومنت، ان دي احلى وقت انت هتبقي فيه في الحياه. ممكن نرجع كده بالزمن. يعني انا مثلا في اوقات كده باجي على نفسي اقعد افكر في اوقات عديت بيها حلوه قوي، زي مثلا وانا في تركيا وانا عندي 21 سنه في ازمير. رحت زرت اللي طبعا مسلسلات التركي في مكان اسمه كوش أدası، اللي اتصور فيه مسلسل كان بتاع توبة والولد اللي هو كان في كريم وفاطمة، مش فاكرة اسمه ايلين تقريبا، مش فاكرة اسمه. المهم يعني كوش أدası دي مكان كده هو خيال، هو حلم يعني. اسمه جزيرة طائر. مكان بجد هو حلم. فبقعد افتكر انه انا عندي 29 سنة دلوقتي، لحد دلوقتي ما عرفتش ارجع تركيا تاني، ما عرفتش اروح تركيا تاني، وقد ايه ان انا نفسي ازور المكان ده تاني ونفسي اعيش المومنت دي تاني. فبقول ان دي مثلا كانت بيرفكت مومنت في حياتي. تمام، لو فضلت عايشه فيها في الماضي هفضل اندب على الماضي واقول انا ما عشتش ده ومش عارف ايه، مع ان ربنا اكرمني بحاجات بالهبل بعد كده، بس انا فاكره ان المومنت دي كانت لحظه سعيده قوي في حياتي. ولو قعدت افكر في المستقبل، هو يا ترى انا هعيش المومنت دي تاني ولا لا، هعيش في قلق، هعيش في البانيك، في نوبه القلق اللي انا بحكي لكم عليها. فمفيش البيرفكت مومنت، مفيش اللي هو اللحظه اللي ما حصلتش. احنا كل اللي علينا ان احنا نعيش في دلوقتي، هنا ودلوقتي، اللي هي to be present، ان انا ابقى في المومنت او في اللحظه بتاعت دلوقتي حالا. هي دي اللحظه اللي انا عايشه فيها. ازاي بقى اعمل حاجه اسمها romanticizing my life، ان انا ابقى ارومانتسايز كل حاجه في حياتي. يعني حاجه بقيت بعملها ان انا بجد بصحى من النوم ام اكسايتد، انا مبسوطه ومتحمسه ان انا اعمل الكوفي بتاعتي. دي احلى لحظه في اليوم. كنت بصحى لما السنه اللي قبل ما اتجوز وكده، ما كنت بشتغل وقاعده لوحدي وكده، ما كانش عندي الكوفي ماشين، فكنت بصحى الصبح انا اكسايتد ان انا اعمل كوبايه النسكافيه، وبقول ان شاء الله هيبقى عندي كوفي ماشين. ومش عارف دلوقتي مثلا عندي كوفي ماشين، فساعات يجي على بالي ان انا عايزه اشتري كوفي من بره، بس لا انا محتاجه اوفر وكده، فهصحى اكسايتد جدا ان انا اعمل. الحمد لله ان انا عندي كوفي ماشين هعمل فيها كوفي. الحمد لله ان انا عندي قهوه ان انا اعمل فيها. الحمد لله ان انا عندي سكر احطه على القهوه. الحمد لله ان انا عندي ميه نظيفه اعمل بيها القهوه. الحمد لله ان انا عندي لبن اعمل بيه القهوه. رومانتسايزنج كل حاجه في حياتنا، ما تاخدوهاش الحاجات دي اللي هو فور جرانتد مع ربنا. زي ما انت ما بتحبيش ان حد ياخدك فور جرانتد، حد ان هو يضمنك، يضمن وجودك، انت كمان ما تضمنيش وجود النعمه، ما تضمنيش وجود الحاجات دي في حياتك، عشان الحاجات دي كلها نعمه من عند ربنا. واحده من احلى المعاني في حياتي مؤخرا هي السلو لايف، الحياه البطيئه، اللي هي ترجعنا تاني لنقطه ان انا ارومانتسايز كل حاجه في حياتي. الله ايه ده، انا داخله اعمل ماي كوفي، الله انا هعمل فطار حلو، الله انا نازله الشغل، الله انا الحمد لله ان انا معايا فلوس ادفع مواصلات، الحمد لله ان انا معايا فلوس اركب اوبر، الحمد لله ان انا معايا فلوس ان انا عندي عربيتي، الحمد لله انه انا عندي شغل، الحمد لله ان انا عندي شغل بيجيب لي فلوس. الحمد لله على كل حاجه في حياتي، حتى لو الشغل بتاعي مش كويس، الحمد لله ان انا برجع البيت جبت حاجات عسوله عارفه ان انا اجيبها من الشغل ده. الحمد لله ان انا النهارده روحت البيت لقيت اكل حلو وماما عاملahولي. الحمد لله ان انا عارفه اطبخ اكل حلو. الحمد لله ان انا اصلا عندي اكل حلو. متخيلين ابسط الحاجات؟ يعني الحمد لله ان انا عندي سرير، الحمد لله ان انا عندي ملايه حلوه بفرشها على السرير ده، الحمد لله ان انا عندي بيجامه حلوه. كل حاجه بجد انت فاكراها فور جرانتد. احنا شفنا الاحداث اللي حصلت لاخواتنا يعني.
فاحنا في نعم. في ناس في العالم ما عندهاش ده. في ناس في العالم نفسها في بس سقف كويس. في ناس في العالم نفسها في سرير. فاحنا في نعم، واحنا ربنا مغرقنا بالنعم. ولو تبصي لآلاف السنين ورا هتلاقي ان احنا في اكتر زمن احنا فيه رفاهية في حياتنا. يعني اكتر زمن احنا عايشين فيه حياة مرفهة جدا. يعني احنا مشاكلنا مثلا انه انا نفسي اسافر، نفسي اخد ماسترز، نفسي اتعلم فرصة تعليم احسن. لو تبصي مثلا 200 سنة ورا كانت البنات ما بتتعلمش اصلا. ف... فاحنا عايشين في نعم وفي زمن مليان بالرفاهية ومليان بالنعم. فخلينا ما ناخدش ده لضمان، ونعمل جربوا كده الاسبوع ده تعملوا السلو مورنينج او سلو نايت. لو انت مش قادره تعملي صباح اللي هو الصبح يبقى بطيء كده وبالراحه، تعملي سلو نايت ان انت بالليل تعملي مثلا شاي فيه اعشاب، حاجه تسترخي. وده بصوا سحر في الفيمينين انرجي، سحر الوقت بتاعك مع نفسك. انا هعمل شاي في مج عسول، هغير الملايه، هلبس بيجامه حلوه، هاخد شاور حلو، هعمل شويه سكين كير بالراحه، اتفرج على فيديو انا بحبه. يا نهار ابيض، ما غيرتش العالم بس يومي، بس عملت حاجات خلتني مبسوطه. مش لازم ان انا عشان اتبسط يبقى هسافر سفرية كل شهر واعيش الحياة اللي على السوشيال ميديا. مش لازم عشان ابقى مبسوطة اجيب الشنطة دي. هل انا بقول لكم انه خليكم بقى زاهدين في الحياة وما تجيبوش وما تعملوش؟ لا، بس ما تعيشوش حياتكم موقفينها على الحاجات دي لما تحصل. لانه دي حاجة كمان بس اسمها التعلق، ان انا ابقى اتاتشد للحاجات دي. صدقوني اقروا عن الفك التعلق او الديتاتشمنت في العالم الغربي. يعني كل ما انا ابقى اتاتشد كده ومتعلقة ان لما الحاجة دي تحصل لي انا هتبسط، ممكن تحصل لي وما تبسطش ومش هتحصل. لان ده اجينست، ده ضد تماما قانون الجذب بقى، لو في اتراكشن ان انا ابقى متمسكه بالحاجه قوي. سموها زي ما تسموها، بس انت كل ما تمسكتي بحاجه انا في رايي ان هي ليها، لو احنا هنرفلكتد على ثقافتنا وعلى ديننا، برايي ان هي ليها علاقه اكتر بانه ربنا بيقولك انت متمسكه بحاجه ماديه اكتر مني، او انت شايفه ان الحاجه دي لو حصلت هي دي اللي هتبسطك، ومش بتشكري النعم اللي انت فيها دلوقتي، فانا مش هديكي. لكن العكس، لا ان شكرتم لازيدنكم. لو انا شكرت كل حاجه موجوده يبقى ربنا هيحقق لي. هو دي قوانين الحياه، ده القانون اللي احنا عايشين فيه. وهنعيش في معاناه شديده جدا لو احنا تمسكنا ان انا لو ما حصلتش الحاجه دي فانا هعاني في حياتي. وانا ده بقى المسجات، نوع المسجات بقى اللي بتجيلي، انا متشائمه، انا مكتئبه، انا بعاني في حياتي. طيب خلاص افضلي عاني في حياتي، دبدبي في الارض، دبدبي في الارض، مفيش حاجه هتتغير. لكن محتاجين شويه نشكر ربنا على اليوم العادي، محتاجين نهدى على نفسنا، ومحتاجين نتبسط بأقل الحاجات. لو هلخص الحاجات اللي قلتها لكم في فورميلا، يعني معادلة كده لسر السعادة، هقول لكم الرضا بلس ان انت تلاقي واي، او تلاقي حاجة انت بتعمليها ومبسوطة فيها، هواية، حاجة انت عايشة عشانها، شغل انت بتحبيه. حتى لو انت في البيت ولادك، بيتك، حاجة مش لازم تبقى حاجة بتغير العالم، بس حاجة انت مبسوطة انك بتعمليها وحاسة انك دي الواي بتاعتك، دي اللي هي اللي بتاعتك. تالت حاجة ان انت تبقي present، ان انت تبقي موجودة في اللحظة اللي انت فيها دلوقتي. ورابع حاجة هي الجراتيتيود، او ان احنا نشكر ربنا ونكون ممتنين لكل حاجة عندنا. عايزاكم تستخدموا الرول بتاعة الرومانتسايزنج الحياة، وان احنا نتبسط ونصحى اكسايتد لكل حاجة عندنا النهاردة وبنستخدمها ومعانا، والبرفيوم دي ومش عارف ايه وكده. وتقولوا لي ازاي ده فرق في يومكم. هستنى ان انتوا تقولوا لي ده في الكومنتس. بحبكم قوي، استنوا فيديو الاسبوع اللي جاي. وبنات عايزه اسالكم على حاجه، فوت معايا كده، استنوا فوت معايا ايه الفيديو اللي انا اعمله الاسبوع اللي جاي. عايزه اعمل فيديو عن ازاي تختاري الشخص المناسب، وعايزه اعمل لكم فيديو عن ايه البرفيومز اللي انا بحبها، و ايه تاني مش فاكره. بس يعني دول الفيديوهين اللي في دماغي. فقولوا لي كده ايه اللي انتوا حابين ان انا اعمله لكم فيهم. وبس كده، بحبكم قوي. متنسوش تعملوا لي سبسكرايب، متنسوا شكرا 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 ان انتوا عملتوا لي سبسكرايب وخليتوني 50,000 قبل عيد ميلادي. ومتنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام وعلى تيك توك. واشوفكم الاسبوع الجاي. باي.